تعالوا نعمل أكلة لذيذة وسريعة. قسمت البتنجانة نصين ودهنتها بزيت الزيتون وفي صينية تيفال وعلى الفرن تتشوي. في طاسة سخنة شوية زيت زيتون وفراخ متقطعة مكعبات صغيرة وعليها شوية خضار، فلفل ألوان وجزر وبصل وطماطم. هقلبهم مع بعض وبهرهم بالبهارات اللي هسيبها لكم في الكابشن. أول ما الفراخ تستوي هشيلها على جنب. عشان أجهز الصوص قطعت طماطم وبصل بأي حجم ورشة ملح وشوية مية صغيرين وعلى النار لحد ما دابوا خالص مع بعض. ضربتهم بالهاند بلندر وبهرتهم بالكمون والبابريكا والفلفل الأسود ومكعب من المرقة اختياري. هسيبهم يغلوا غلوة. جبت البتنجان وبعد ما استوى كويس هرسته كده من النص بالشوكة وعملت فيه تجويف، وهحط جواه الحشو اللي عملته من الفراخ والخضار. هحط كل الكمية بالشكل دوت وهجيب الصوص بتاعي وهوزعه حوالين البتنجان وهاخده 5 دقايق يغلي غلوة مع بعضه على النار، وهغطيه عشان البتنجان يطلع دايب. بعد كده حطيت على الوش جبنة ودخلته الفرن يتحمر وقدمته مع الرز المفلفل بالشعرية والسلطة. وجبة متكاملة خطيرة، دهونها قليلة، جربوها بجد هتحبوها.